ما أنا إلا شخصية في كتاب. عالمي كله ليس أكثر من حبر على ورق. قصة كتبتها يد غير معروفة. موت أسرتي، موت نوريكو وشيريكو، ذكرياتي الحزينة والسعيدة، كل ذلك كان من نسج الخيال. إذا ماذا من أكون وما الذي علي فعله؟ هل كانت اللحظات الجميلة والذكريات أشباحا وظلال كالسراب الرمال كالخيال ولذا سوف أبقى صورة حلم في خيال، فكرة وسؤال، نورا خلف الجبال، نورا خلف الجبال. سوف أبقى صورة أمل في المنال، دنيا من الجمال وللحزن لا مجال، للحزن لا مجال. من دون ظل، لكني لا أزال قادرا على الشعور بالبرد. ميارا، هل يعني هذا أننا لن نلتقي؟ هل كتب علينا أن نفترق إلى الأبد؟ حسنا يا جماعة، سنعيد المشهد. المشهد 46، استعدوا. ابدأ. لا تحاول التسويغ أبدا. صدقيني، لم أقصد أن أتأخر. كل هذا ولم تقصد أن تتأخر. لقد تأخرت ساعة كاملة عن الموعد. لم يكن تأخيري هذا بيدي، كان على الرغم مني. دائما تقول هذا وتفعل خلافه. لم أعد أحتمل هذا، لم أعد أحتمل. اسمعيني، لا تحل الأمور بالصراخ. علينا أن ننسجم مع الظروف. على الرغم من صلابة الحديد نستطيع التحكم فيه عند صهره، وهكذا علينا أن نسلم بالأمر حتى نستطيع تغييره بحكمة. اصبري قليلا وكوني معي لا علي. لقد قطعت عهدا على نفسي أن أبقى معها وأن أحميها مهما كانت الظروف صعبة. حان الوقت لذلك. لن نستسلم للصعاب يا تاماهومي. أدني أن تبقى معي، أدني أن نكون معا حتى نحقق ما نريده. أدني يا تاماهومي. حتى لو لم أكن شخصية حقيقية سأحاول فعل الواجب. قد تمنحنا الأشياء المعنوية دفعا أكبر من الأشياء المحسوسة والمادية. إذن لن أيأس يا ميارا. دع قلبك يسير في الطريق، دعه يسبر كل الجهات. لا تترك فيه زاوية للخوف، لا تتركه يرتعش من الشوق، بل ادفعه لدرب الحياة. هيا ادفعه لدرب الحياة. لا يعرف الحزن أي فرق بين صغير أو كبير، لا يميز اليأس والخوف بين غني أو فقير. يوما ما سيأتيك الدور وسوف تدركه على الفور، لكل فارس كبوة من على الصهوة. لا تخشى أبدا هذا اليوم، بل استعد له على الدوم. هيا تجهز في كل
تصرخ يرتعش من الشوق.